الصلوات. أيها الأحبة، كما جاءت في الروايات هذا القرآن لا يسبقن أحد عليه إلا أنتم. هذا القرآن يجب أن يكون في قلوبكم أيها الأحبة. نعم، اليوم نتبنى وتتمنون من أن الأبناء هكذا يهتمون بالقرآن الكريم. سنبين لكم هذه القدرة العجيبة الخارقة، وعندما أقول خارقة قلما يستطيع أحد أن يتقن هذه القدرة. تعالوا معنا ومع الأستاذ المدرب في علوم القرآن الأستاذ مالك ليبين لنا هذه القدرات. فتفضل أستاذ مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الأئمة المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها الحفل الكريم جميعا ورحمة الله وبركاته. أبارك لكم حلول، أبارك لكم مولد كريم أهل البيت الإمام حسن المجتبى عليه السلام. وأما بالنسبة، أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لحضوركم في هذا المحفل المبارك، وأود أن أذكركم بأن الأخ محمد علي إسلامي، لماذا نقول هو موهبة؟ لماذا نقول الفتى الموهوب؟ لأنه إذا تتلون آية من القرآن الكريم لكثير من الحفاظ القرآن، هم راح يقولون هذه الآية في أي صفحة في أي سورة ويكملون الآية. وإنما إذا تعطون للأخ محمد علي كلمة من القرآن اللي ما فيها مشابهة، مو مثل كلمة قال إنما جعل الله، هاي كثير جاي بالقرآن، إذا كلمة ما فيها مشابهة، الأخ محمد علي أسرع من الكمبيوتر يقول هاي الكلمة في أي آية، في أي صفحة، في أي سورة، في أي جزء، الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ، بأي آية تنتهي، الصفحة التي قبلها بأي آية تبدأ، بأي آية تنتهي، صفحات التي يليها من بعد، من قبل، 100 صفحة، 50 صفحة، 100 صفحة بعدها، قبلها، وحتى قادر أن يقرأ القرآن بالشكل القهقرائي، يعني العكسي، يعني إذا تعطوا رقم الآية 80 هو 79 78 77 وهكذا يكمل. هذا الشيء الأول. الرموز ما يدرسون؟ احنا بخدمتكم ابو عبد الله. الآن سوف نبين لكم القدرة الأولى. سوف أفتح من أي صفحة. هو محمد علي لا يعلم في أي صفحة سأفتح، ولكن فتحت على صفحة وراح أقرأ فقط بداية الكلمة. هو سيكمل وسيذكر الصفحة، رقم الصفحة والآية والصورة والجزء. معاي أبو كوثر. نعم. انفروا خفافا وثقالا. نعم. السورة التوبة، الجزء 10، بداية الصفحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انفروا خفافا وثقالا. نهاية الصفحة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. اقرأ من بداية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على
محمد وآل محمد. طيب الأخ محمد علي، نعم. الصفحة التي بعدها بأي آية تبدأ؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبل. الصفحة التي بعدها؟ فلا تعجبك أموالهم. الصفحة التي بعدها؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم. الصفحة التي بعدها؟ كالذين من قبلكم. بعدها؟ يا أيها النبي جاهد الكفار. بعدها؟ استغفر لهم أو لا تستغفر. بعدها؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوارج. بعدها؟ يعتذرون إليكم. بعدها؟ السابقون الأولون. بعدها؟ والذين اتخذوا مسجدا. بعدها؟ التائبون الآبدون. بعدها؟ وعلى الثلاثة الذين. بعدها؟ يا أيها الذين آمنوا. بعدها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما بها صلوات؟ الآن أريد أي واحد منكم أن يعطي رقم أي صفحة في المصحف الكريم. أي صفحة؟ أي صفحة؟ كم 552. تفضل. عفوا أنا 440 شهر صدق شهل. شوف طلعها. شهر صدق شهل 440. السورة الفاطر. شوف الآن دقيقة لو سمحتوا احنا خليه. استطاع أن يصل ونحن لم نستطيع أن نخرج الصفحة. صلى الله عليه محمد. سورة فاطر. سورة فاطر أول نعم. الصفحة. الآية آخر في سورة الفاطر. أحسنت. أي نعم. الأخيرة من سورة فاطر. الجزء 22. 22. بداية الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو يؤاخذ الله الناس. أخير الصفحة. إنا نحن نحيي الموتى. اقرأ أول آية من هذه الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. طيب أستاذ محمد علي، الصفحة التي قبلها بأي آية تبدأ؟ راح نرجع. الصفحة التي قبلها. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. الصفحة التي قبلها. والذي أوحينا إليك. الصفحة التي قبلها. وما يستوى الأعمى والبصير. قبلها. وما يستوى البحران هذا. قبلها. وإن يكذبوك. قبلها. قل جاء الحق. قبلها. ويوم يحشرهم جميعا. قبلها. قال الذين استكبروا. قبلها. ولا تنفع الشفاعة. ارجع من هذه الصفحة 300 صفحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. لقد كان لسبأ في مساكنهم. 300 صفحة. ارجع وقل بأي آية تنتهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دقيقة. طبعا أسرع من عندنا وصل. لا إله إلا الله. بأي آية تنتهي الصفحة؟ وإن كان كبر عليك إعراضهم. 300 صفحة قبل الصفحة 131. نعم صح. أحسن. نعم. طيب بأي آية تنتهي؟ وإن كان كبر عليك إعراضهم. هذه الصفحة بأي آية تبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بل بدا لهم. الصفحة التي قبلها بأي آية تبدأ؟ قل أي شيء أكبر شهادة. قبلها. ولو جعلناه ملكا. قبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. الصفحة التي قبلها بأي آية تنتهي؟ لله ملك السماوات والأرض. قبلها أي آية؟ راح يرجع آية قبلها أي آية؟ قال الله هذا. قبلها أي آية؟ إن تعذبهم. قبلها أي آية؟ ما قلت لهم. قبلها أي آية؟ وإذ قال الله. قبلها أي آية؟ قال الله إني منزلها. قبلها أي آية؟ قال عيسى ابن مريم اللهم. ما شاء الله. الأخ أستاذ محمد علي دا يرجع آية. احنا يوميا دا نقرأ سورة الحمد 10 مرات في الصلاة. 10 مرات. من يقدر بدون أقل شيء السريع يرجع السورة يوميا دا نكرر سورة الحمد 10 مرات. يعني يقول هل تستطيع أن تقرأ سورة الحمد بالعكس؟ صعبة جدا. طيب الآن في قدرة من القدرات وهي قدرة
نلاحظ هذه القدرة، يستطيع أن يتعرف على الكلمة والآية والصورة والحرف الذي وضعت إصبعك على هذه الكلمة. الآن سوف نبدأ، سوف ترون. طبعا يا إخواني أنت أود أن أذكركم بهذا الشيء. الأخ محمد علي ترى ما عنده علم الغيب، لا يصير اشتباه. هذه قدرة، هاي قدرة، وعن طريق الرموز اللي احنا مشتغلين فيها. احنا عندنا في القرآن قريب 77 ألف كلمة وأكثر من 500 ألف نقطة. نفتح المصحف نخلي ايدنا على آية أو كلمة أو نقطة، هو دون مشاهدة الكلمة، عن طريق الرموز اللي أنا أنقلها راح إن شاء الله يقول لكم. صلوا على محمد وآل محمد. نعم. لا ما يحتاج. طبعا اختصارا للوقت أستطيع أن أستخرج أي واحد منكم، لكن سوف أقوم بهذه المهمة. الآن سوف أفتح القرآن. فتحت القرآن. سوف خليكم على آية. أي. طيب اسمحوا لي دقيقة. هاي الآية. نعم. تبون أي كلمة، أي نقطة تبوها، هاي أو هاي؟ طيب أول واحدة. أنا خلي يباوع الكاميرا. شوف. هاي الكلمة عرفتوا أو لا؟ أي. النقطة، هاي النقطة. نعم. من حرف الحرف هذا فقط. نعم. رجاء السكوت بس. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. دقق معي محمد علي إن شاء الله تقدر على الإجابة. اسعي وقل الإجابة. جاهز؟ نعم. اسعي محمد علي. نعم. محمد علي اسعي وقل ما هي أحد النقاط الذي طلبوها طاء من كلمة استرق. من أي آية؟ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. صلوا على محمد. نشكر الأستاذ باسمكم، الأستاذ مالك، والقارئ والحافظ محمد علي إسلامي.